السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله يلقاكم هذا الفيديو صحه جيده. نبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم اختي بديتو معاكم، عاد يلاه جيت اختي حيدت حويجاتي على حساب غفران. اختي عاد يلاه جيت دابا، عاد مشيت جبت غفران من المدرسه، خرجت مع 10:30 وصافي. المهم دابا غادي ندخل الكوزينه باش غادي نوجد معكم ان شاء الله يا ربي الغديوه ديالي هذا النهار واللي درتو. المهم هذا النهار راه غادي نشاركو معكم ان شاء الله يا سيدي يا ربي. هذا ما كان اخواتاتي. المهم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وبارطاج القناه من طبيعه الحال اختي الا كانت كتعجبك من طبيعه الحال. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الزوينه. هنايا اختي بغيت هكا نشارك معكم فيديو يعني عادي على طبيعته اللي كاين هو هذاك. نتوما اختي كتسمعوا الهضره ديال ولدي كيهضر. المهم اللي درتو في نهاري راه غنشاركو معكم ان شاء الله يا سيدي. جمعت اختي لافابو قبل ما نمشي نجيب غفران. جمعت اختي الكوزينه. المهم فطرت ولدي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي ندوز اختي نشارك معكم اللي درتو كما قلت لكم في هذا النهار هذا. غادي نشاركو معكم اختي. هنايا الاطلاله غادي نطلو اختي من السرجم، ضروري من الاطلاله اختي، وضروري نصبحوا على هاد الغريسات هادو. واخا فقت بكري ولكن اختي ما صورتش حيت راكم عارفين غفران داخله مع 8:30. ايوا صافي دغيا جمعت هكا الدار وقديتها. ايوا هذا ما كان اخواتاتي. المهم اللي درتو دابا غادي نشاركو معكم وغير قبلوا عليا وصافي. يلا نوض اجي يلا زيد اجي عند غفران. يلا سير. ها انتم اختي فاش واحله. ها يلا سير. وهنا خواتاتي غادي ندوز نمسح معكم. المهم هاد السريجم هذا لقيتو اختي مغبر منين طليت قبيلات نسترجم. لقيتو اختي تغبر دغيا كيتغبر. راكم عارفين مع انفصليه كاينين البنايه، وضروري اختي الغبره ديال البني ضروري. واخا كنعيا يعني نسيق، واخا كنعيا. المهم الغبره اختي ما منها هروبي. وصافي قلت غادي ندوز هكا على هاد السريجم. المهم دوزت عليه هكا غير واحد الزويف هكا فازك. صافي اختي وغادي نكمل اختي معاكم هذا النهار هذا. المهم كما قلت لكم اللي درتو في هذا النهار غنشاركو معاكم ان شاء الله يا ربي. وسمحوا لي خواتاتي بزاف على الغيبه ديالي اللي كنغبر عليكم الصراحه. واخا كنقول نبقى نحط معاكم ديما فيديوهات جداد، لكن البنات كيكون المانع اقوى مني. يعني ما كنقدرش انني يعني نخلي يعني داك الحاجه اللي كتكون مسبقه على التصوير. واخا التصوير خدمه، واخا هادي راه خدمتي، يعني ضروري خاصني نصور. وراكم عارفين يعني الواحد الا ما خدمش على راسو راه من طبيعه الحال اختي ما غيتخلصش. وداك الشيء اللي كيوقع ليا انا يعني في هاد القناه، يعني ما كنتخلصش مده يعني طويله. وهذا ما كان اخواتاتي. المهم حاولوا انكم تقبلوني اختي كما انا ان شاء الله، حتى نولي معاكم شويه بشويه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كنقولها ونعاودها ان شاء الله راه غادي نرجع معكم واحد العوده اللي قويه ان شاء الله باذن الله وباذن الرحمن ان شاء الله يا سيدي يا ربي. الا بغى لينا الله فانا كنقول، ولكن شوف ربي شنو كيقول. المكتب هو اللي كيلعب الدور. هذا ما كان اخواتاتي. ان شاء الله يا سيدي يا ربي غادي نحاول انني نكون معكم حاضره في اليوتيوب دائما. خليوا لي يا اختي التشجيعات ديالكم. المهم هنا يا اختي كنت كنمسح هكا الفران. بان لي يا اختي الفران هكا كيحادي ولدي هكا بيديه. كيجي اختي بيديدات. وراكم عارفين الدار اللي كيكونوا فيها الوليدات الصغار بلا ما نقول لكم اخواتاتي عندكم الكوزينه يعني ما كيخليليش في الحاجه هكا. غالبا كيكون معايا هكا في الكوزينه. واخا اختي عنده داك الكرسي هكا ديال الماكله ما كيبغيش اختي يجلس فيه بتاتا. ما كيبغيش يجلس تبارك الله ما شاء الله. يعني كيبغي هكا يتحرك، ما كيبغيش اختي يجلس. كنحطو هكا في الكرسي ديالو ونعطيه هكا شي حاجه يتلهى فيها غير شويه عاوتاني وكينوض يغوت. ايوا اختي الله يسمح لينا من الوالدين هذا ما كان. المهم داكشي اللي قلت لكم يعني اي حاجه يعني كيحادي هكا بيديداتو. كيكون شاد شي حاجه في يدو كيكون كياكل شي حاجه. يعني راكم عارفين الوليدات الصغار. المهم ما كيبقاليش في الماكينه الصابون. يعني كنشوف فيها هكا الطوابع كنكون جالسه واختي وانا فيا الوسواس. كنكون جالسه كتبان لي هكا شي طابع هكا في الماكينه الصابون. في سميتو في الفران في الثلاجه. يعني كيبانوا لي هكا الطويبعات ديال يديداتو. يعني كيحادي هكا بيديه كيكون شاد هكا شي حاجه وكيحادي هكا بيديداتو. فداك الشيء علاش اخواتاتي. المهم شنو غادي نقول لكم كيرد لي الدنيا حالتها. ما كينفعني معاه غير لي لانجيت اختي كناخذ يعني وحدين ليه راكم عارفين خاصين بكرم. ولكن كناخذ اختي وحدين اخرين على حساب هكا المسيح ديال الثلاجه
اولا ديال الفران، ولا كان من برا وصافي، يعني اللي كنمسح بهم هكا من برا وصافي. المهم صراحه كينقيو الثلاجه، كينقيو الماكينات الصابون. صراحه واحد الحيله اللي زوينه يعني بالنسبه لي لانجيت، ساهلين الصراحه هكا في المسيح، ما كتعكزيش عليهم، ماشي بحال ملي كتكوني كتاخدي هكا شي زويف ولا شي حاجه كتعكزي. اما لي لانجيت كيجيوك ساهلين وكيخليو حتى واحد الرويحه زوينه هكا في الكوزينه. الريحه ديال لانجيت كتكون زوينه، كتبقى هكا في الكوزينه الصراحه، والله الا كتبقى الريحه زوينه في الكوزينه. وصافي اختي هنايا ديس غادي نوجد الغدا ديالي. المهم بالنسبه للغدا غادي ندير اللي كاين. المهم هاد النهار هذا صراحه تسالات ليا الخضيره هكا في الثلاجه، بقاو ليا غير هاد الحبات هادو ديال الدنجال، فقلت غادي نديرهم زعلوكه. غادي نديرهم زعلوكه اختي في الكوكوط بطريقه يعني جديده، ما عمري شاركتها معكم. كنديرها هكا في داري، ولكن بالتصوير يعني ما عمرني صورتها معكم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للدنجال كناخذ اختي هكاك حبات ديال الدنجال، خديت انايا 3 الحبات اللي كانوا عندي، دهنتهم بشويه ديال الزويته. المهم زويته العاديه او لا زيت العود، انا كان عندي هنا واحد الطبيسيل ديال زيت العود دهنت به. صافي اختي مع واحد 3 الحبات ديال المطيشه وحطيتهم فوق البوطه. كنقص اختي العافيه مهيله، يعني في الاول كتكون هكا مجهده، غير شويه هكا كنحس بالكوكوط، يعني بدات هكا كدير داك الترطيقات، كتبقى تطرطق شويه على حساب داك الزيت. صافي وكنقص عليها العافيه مهيله. كنخليها اختي فوق البوطه هكا واحد ربع ساعه او لا 20 دقيقه. ممكن انك تحلي عليها ربع ساعه وتشوفيها، او لا 20 دقيقه، فكتكون اختي واجده، وكتبقى يعني داك القشيره ديالها كتحيد بوحديتها. المهم انا غادي نكمل معكم المراحل. هنايا بالنسبه للبطاطا اختي غادي نديرها في الفران، يعني ما غاديش نقلي. راكم عارفين اخواتاتي دابا الاخر ديال الشهر فكلشي كيتسالى، ما غاديش نقلي ان شاء الله يا سيدي يا ربي. هاد النهار البطاطا غادي نديرها غير هذا هكا في الفران. كنقطعها اختي هكا غليظه، وكندير فيها شويه ديال السكينجبير والابزار، الكمون والتحميره والملحه. صافي وكندير واحد شويه ديال الزويته باش كنخلط بها. المهم هاد البطيطه. صافي اختي غادي نديرها هكا فوق واحد الورق ديال الفران، وغادي نحطها في الفران. غادي نديرها هنايا في الورق ديال الفران كما قلت لكم فوق الطاوه ديال الفران، وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران انا كنديرها هكا في الفران ديال الضو، يعني الفران الكهربائي. ممكن انكم ديروها يعني في الفران يعني عادي ديال الغاز، حتى في الفران ديال الغاز كتطلع زوينه وراه كتسر بكم دغيا، يعني ما كتعطلش بزاف. هنايا بالنسبه البطاطا كما قلت لكم كنستفها يعني هكا، وكندخلها للفران. كندير اختي اعلى درجه في الفران، يعني كندير انا عندي اعلى درجه هي 250 درجه. المهم كنشعل عليها على اعلى درجه، وكنخليها اختي العافيه تكون من الفوق ومن التحت. صافي يعني غادي نخدم اختي الساعه. المهم كندير هنايا 30 دقيقه، ولكن داك 30 دقيقه راه ماشي كامله، يعني كتبقى يعني البطاطا مره مره كنطلع عليها الا لقيتها يعني صافي كنتحكم انا في الدقائق يعني راسي. يعني 30 دقيقه يعني كنتحكم فيها بوحديتي، ممكن انها تكون قل. هادشي اللي كاين اخواتاتي. هنايا كنت صافي خليت اختي داك الدنجال في الكوكوط هكا كيطيب، وخليت البطاطا حتى هي. وغادي نشارك معكم اخواتاتي هنايا المشتريات ديالي اختي البسيطه اللي على قد الحال. بالنسبه اختي لداك التقديه تنديها للكوزينه، راني وريتكم يعني واحد التقديه خفيفه وصافي. يعني راكم عارفين كما قلت لكم الاخر ديال الشهر كيتسالى كلشي. المهم كان عندي هكا واحد الصريف جبت به داكشي اللي كاين وصافي، غير اللي قديت عليه. هذا ما كان اخواتاتي، حتى نشارك معكم ان شاء الله التقديه الاخرى ان شاء الله يا ربي. هنايا كما شفتوا غنشارك اختي معكم هنايا هذا الكوفرلي اللي حمقني يا اختي، وجاني صراحه الثمن ديالو ناقص بزاف. فقلت اختي ما غاديش نفلتو، واخا يعني راكم عارفين الظروف كتكون يعني قاصحه، وكتقولي يعني نسبق شي حاجه قبل يعني هذا الشيء هذا ديال الدار. ولكن اختي واخا هكاك يعني راه اللي فيا ما هناني. فضروري اختي ملي كتكون عندي شي حاجه يعني ضروري. هذا الكوفرلي هذا اختي شفتو وقلت ما غاديش نفلتو. بالنسبه للثمن ديالو خديته اختي ب 130 درهم. صراحه راه رخيص بزاف وفيه دو فاس. ممكن انكم ديروا على الفاس الاخرى الموف، داك الموف بارد، او لا هذا الفاس هذا اللي كيكون يعني سخيخن هكا ديال هذا الوقت هذا ديال البرد. صراحه اختي زوين بزاف، وكيعطي واحد المنيضر اللي زوين. ان شاء الله يا ربي غادي نقادو في الناموسيه ان شاء الله في الفيديوهات الجايين، وغادي نشاركو معكم ان شاء الله يا سيدي يا ربي. عجبني اختي فيه اللوينات، كاين فيه الغوز، كاين فيه الموف، كاين فيه الخضيضر. صراحه عجبني واحد اللوين البيستاج، صراحه فيه فن غزال اخواتاتي، ولكن انا ما زعمتش عليه.
فقلت انا راكم عارفين عندي كرم يعني صغيور، غادي يوسخ ليا هكا بيديداتو، فما زعمتش عليه. داكشي اللي كاين. المهم خديت هنايا هاد الموف هذا، وخليو لي الراي ديالكم وقولوا لي اختي كي جاكم، واش جاكم زوين ولا لا، واش رخيص واش غالي. وبالنسبه اختي ليا انا خديت هنايا هاد البيجامه هادي اللي زوينه عجبتني بزاف. بالنسبه للثمن ديالها رخيص بزاف، خديتها ب50 درهم. راكم عارفين هاد البيجامات هذا في الاول ديال الصيف كيكونوا اختي غاليين، يعني كيكونوا هكا ب 100 درهم او لا 130 درهم ولا. انا اختي دابا لقيتها ب50 درهم، فقلت هذه هي الوجيبه ناخذها دابا. واخا يعني دابا بدا كيبرد الحال شويه، ولكن غادي نلبسها في هاد الايام هذه شي شويه، وموراها ان شاء الله يا سيدي ربي لا بقينا بالحياه فراه غادي تبقى ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يا ربي. صراحة عجبتني. وبالنسبة للوينات، اللوينات اللي فيها زوينين. هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم هادو هما المشتريات ديالي، حتى تخليو لي الرأي ديالكم فيهم واش زوينين ولا لا. المهم خليو لي التعاليق ديالكم، راه كتهمني بزاف اختي، والاراء ديالكم كتهمني بزاف. هنايا اختي بالنسبة للتقضية كما قلت لكم، خديت اختي غير داكشي اللي كان خاصني يعني دابا، وعلى قد الفلوس اللي كانت عندي وصافي. خديت هنايا هاد الزبدة، خديت هنايا الخميره ديال الحلوى. راكم عارفين يعني كناخدها على حساب الكيكات، كندير بها الكيكات، كندير بها هكا داك الكاب كيك على حساب وفران باش كتاخدو معاه هكا المدرسه. هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم خديت هنا واحد الشعريه صينيه كنت غادي نحتاجها غدا ان شاء الله يا ربي. وهذا ما كان اخواتاتي المهم اللي خديته هو هذا. المهم غادي نرد كل حاجه في بلاصتها، ودائما اختي المساند الرسمي هو اختي كرم. ضروري اختي عندي معايا في الكوزينه ضروري. المهم اللي كنت كنديره تبارك الله ما شاء الله ولا كيلحق هكا، كيتعلى يعني فوق البوطاجي هكا ويلحق بيديداتو. الا كانت اختي شي حاجه يعني عندي هكا سخونه انايا في الطرف ديال الرخامه في البوطاجي، لا لا اختي قولي لا مشات، الله يسر وصافي، الله يحفظ وصافي. هادشي اللي كاين. كنرد بالي بزاف اختي معاه، والله القسم الا كنرد بالي بزاف معاه خصوصا في هذا الوقت هذا وهذا اللاج هذا. يعني ما شاء الله عليهم كيكونوا فيهم النبيش اختي، كيكونوا فيهم اختي النبيش بزاف. كنكون يعني في الكوزينه حتى كنلقى واحد الحاجه هزالي من فوق البوطاجي. راه قلت لكم كنرد البال غير مع الحاجه اللي كتكون سخونه او الحاجه ديال الزيت ولا. يعني الزيت ما كنقربهاش، يعني باش نحط هكا المقله قريبه او لا ما كنقربهاش. وبالنسبه اختي لداك الكراسه راه مازال ما بداش يطلع عليهم. عرفتوا خواتاتي ملي غادي يبدا يطلع على الكراسه راه ضروري خصني نبقى نحيدهم، لان كنكون ملهيه، كنكون هكا دايره البوطاجي، ضروري خصني نحيدهم ونديهم للبيت الغفران ونسد عليهم. والله القسم الا دابا البيت ديال الغفران دائما ساده. علاش؟ لان عندي داك البالكون كيفتح هكا الباب ديال البالكون، واللي لقاها اختي كيسيبها لي برا كيرميها. ما يخليش اختي شي حاجه، الحوايج المقابط اللي كنشد بهم النشير، المهم اختي اي حاجه كيرميها لي في الزنقه برا. داك النهار ما ردها هكا ما كانش غفران، هبطات اختي جابتها. المهم اختي كلشي كيرمي بالصلاه على النبي عليه بسلامته. قولوا لي اختي واش حتى نتوما وليداتكم بحال هكا ولا لا؟ انا قلت لكم داكشي علاش اختي ما كنصورش، راه كان شيب اختي، راه الشيب طرطق ليا في راسي. ولكن الحمد لله يا ربي، الله يحفظه ليا يا سيدي يا ربي. وهاد الوقيته هذه ان شاء الله غادي تدوز، غير شويه ديال الصبر وصافي. كننصح الامهات كاملين اختي، واخا تسمعيني انا هكا كنهضر، ولكن اختي عطي الصبر لوليداتك ان شاء الله دابا يكبروا. لان الوليدات ملي كيكبروا كتشتاقي هاد المرحله هذه، كتقولي بصافي يا ربي كان يرجعوا فحال هكاك ويرجعوا صغيورين. الناس دابا اللي كبروا وليداتهم والله الا كيقول لك ما شاء الله يا ربي نصاب كيرجعوا لنا الوليدات لداك اللاج هذاك ملي كيكونوا صغارين، واخا هما كيعصبوا، ولكن اختي راه داك الوقيته هذاك زوينه، كتحسي بواحد اللذه فيها والله العظيم. يعني زوينه الوقيته اللي كيكونوا هكا الوليدات في هاد اللاج هذا، ويعني كيخدموك. شنو غنقول لك، كتولي كتخدمي يا اختي، كتولي يعني كتولي اختي كديري بزاف ديال الحوايج. المهم كتولي خدامه مع راسك. خصك جوج ديال العينين، عينين يكونوا للقدام وعينين اختي يكونوا للور، تكوني حاضيه الوليد ولا البنيته. الله يحفظهم يا سيدي يا ربي، والله يخلي لكم اختي وليداتكم. واللي ما عندهاش الوليدات الله يفرحها يا ربي ويعطيها داك الشيء اللي كتمنى، ويحل اختي حزامك ان شاء الله يا سيدي يا ربي، ونفرحوا معاك كاملين ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان اخواتاتي. المهم هنايا قطعت اختي داك الدنجال كما قلت لكم، راه دغيا داك القشيره كتحيد منه، راه ما كتبقاش اختي كتحيد لا القشره ديال الدنجال او لا ديال مطيشه، حتى هي كتحيد. المهم بالنسبه للثومه اللي ما كانتش عندي، الا كانت اختي عندكم الثومه حتى هي ديروها اختي هكا في سميتو، ديروها اختي مع الدنجال هكا تشوى حتى هي كتجي زوينه. المهم انا ما كانتش عندي الثومه، كانوا عندي هكا واحد جوج دريسين، حكيتهم هكا غير بالحكاكه وصافي.
ما بغيتش يعني نديرهم، لان الا درتهم صافي ما غيبقى فيهم والو، ماشي بحال ملي كيكونوا هكا الريوس ديال الثومه كبارين شويه فكترميوهم مع مع الدنجال هكا في الكوكوط. ملي هذا يتشواو كتحيد لهم اختي داك القشيره دغيا دغيا كتحيد لهم، كتجي ساهله. صافي هنا دقيت اختي دقيت داك الدنجال مزيان، داك الزعلوكه يعني دقيتها مزيان هكا كنلينها مزيان صافي. وكندير لها بالنسبه للتوابل كدير اختي شويه ديال الكمون والتحميره والملحه صافي. وكندير الثومه والقزبر والمعدنوس خليتهم هكا كيتقلاو واحد شويه، غادي نزيد عليهم داك الزعلوكه. هنايا اختي بان ليا في الحوت قلت غادي ندير الحوت. بالنسبه لهاد الحوت كنت غادي نخليه حتى العشيه عاد نديرو، ولكن قلت اختي غادي نديرو دابا ما غاديش نخليه حتى العشيه، كنت باغا زعما حتى الليل وندير هكا نشويها الطاوه ديال الحوت صافي. هادشي اللي كاين ونتعشاو بها ان شاء الله. ولكن اختي ما كاين ما احسن من الحوت في الغدا. صافي غادي ندير هنايا هاد الحوت للغدا، رشيت هنايا شويه ديال المليحه هكا في هاد الطاوه ديال الفران صافي. وغادي ندير هنايا البصيله من الفوق، غادي ندير شويه ديال الملحه والكمون، وغادي ندير اختي البصله من الفوق. البصله قطعتها رقيقه، قطعتها طويله هكا ورقيقه، وقطعت معها شويه ديال الربيع القزبر والمعدنوس صافي. وكندير اختي هاد الطاوه على هاد الشكل هذا كتجي صراحه فنه، كتجي زوينه بنينه اختي. غير جربيها وغتردي عليا الخبر. يعني كيجي مشوي هكا بالبصيله من الفوق كيجي رائع. وحتى الا كانت عندكم حتى الثومه ممكن انكم تحكوا حتى واحد جوج ضريسات هكا ديال الثومه من الفوق، راه كتجي صراحه فنه. كتحيد يعني داك الزفوره اختي د الحوت، وكيجي الحوت فيه واحد الريحه زوينه. المهم كيجي صراحه بنين غير جربوها اختي بهذه الطريقه هذه، راه كيجي صراحه زوين بزاف اختي. انا ما كناكلش الحوت مشوي، ولكن بهذه الطريقه هذه كناكلو صراحه. انا كيعجبني الحوت مقلي، ما كيعجبنيش صراحه مشوي، ولكن اختي ملي كنديرو بهذه الطريقه فكيعجبني اختي بزاف وكيجي صراحه زوين وبنين. هذا ما كان اخواتاتي. المهم هنايا كنت طابت اختي داك الزعلوكه كما قلت لكم، راني درت لها التوابل قليتهم بعدا في الاول بوحديتهم صافي. ودرت لها انا واحد المزيودات ديال الحر رميتهم حتى الاخر، لان راكم عارفين كياكل منها هكا كرم وغفران ما كيبغيوش هكا الحر. فداك المزيودات كانوا عندي في الثلاجه في الفريغو كنجبدهم هكا وكنلوحهم يعني حتى كطيب الكوكوط. المهم كيعرقوا هكا يعني كترجع معاهم داك الصهد ديال الكوكوط، فكيوليو صراحه بحال اللي طايبين، بحال اللي طيبتيهم هكا مع الكوكوط يعني ملي كنتي قافله عليها صافي اختي. هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه اختي للغديوه ديالي هي وجدات اختي. قولوا لي اخواتاتي بالنسبه للتصوير واش كيبان لكم الشعاع؟ انا دابا كندير معكم المونتاج، ولكن كيبان لي التصوير بحال اللي فيه الشعاع بزاف، يعني ما كيكونش يعني واحد الاضاءه اللي زوينه. قولوا لي اختي باش حتى كان يعني الجوده ديال التصوير او لا الاضاءه ديال التصوير كتجيكم يعني ما كترتاحوش فيها. قولوها لي اخواتاتي ان شاء الله يا ربي. نحاول انني نقضى يعني الاضاءه، ونحاول اختي انني نحسن يعني من الوضع ديال التصوير ان شاء الله يا سيدي يا ربي، باش هكا ترتاحوا اختي وتوصلكم يعني واحد الصوره اللي زوينه. لانني دابا انا كنصور ومع كنفتح السرجم راكم عارفين يعني هاد الشعاع ديال السرجم بحال اللي كيبان لي التصوير ماشي هو هذاك. حتى تقولوا لي اخواتاتي وقولوا لي واش انا غلطه ولا نيشان. هذا ما كان اخواتاتي. المهم خليوها ليا في الكومونتير الله يسهل عليكم، لان كما قلت لكم راه بقى بالي مع التصوير. صافي اختي. المهم هنايا ديال الغدا ديالي هذا النهار هذا وجد. نتمنى اختي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتقبلوا على اختكم وتخليوا لي كومونتيرات ديالكم واللايكات ديالكم اخواتاتي، لان كنشوف بزاف ديال البنات كيدخلوا يتفرجوا ولكن ما كيخليوش اللايك. علاش اختي ما كتخليش داك اللايك؟ خليها اختي ما غتخسري والو، غير تشجيع وصافي. غتشجعي هذا المحتوى هذا وصافي اختي. هادشي اللي كاين. كنعطيكم افكار ديال الغداء اولا ديال العشاء، داكشي بسيط وديال الناس الدراوش اللي كتقد عليه اي وحده. يعني الخضيره كتكون في اي دار. الحوت اختي ما كاينش اللي ما كتاكلوش. المهم راه ما كنصعبش عليكم اختي، داكشي اللي كاين. كنشارك معكم افكار ديال الكوتي، افكار ديال الغداء، افكار ديال العشاء. فما تنساوش اختي تشجعوا هذا المحتوى هذا. الله يسهل عليكم وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي اختي ان شاء الله. الى بقى العمر تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.